طول عمرنا بنشوف صور لأسود وهم بياكلوا أفيال وبتكون حاجة صادمة لينا. يعني عمرك سألت نفسك بقى هو ده بيحصل حقيقي فعلا ولا الأجانب بيشتغلونا وبيعملوا لنا أفلام؟ أصل إزاي قط كبير شوية في الحجم هيقدر يصطاد فيل ضخم وطويل ومرعب قد العمارة اللي ساكنين فيها؟ في منطقة موجودة في قلب دولة بوتسوانا اسمها دلتا أوكافانجو، واحدة من أجمل بقاع الأراضي الأفريقية كلها. لكن يا ويلك يا سواد ليلك لو كنت موجود هناك في الصيف والحر ومواسم الجفاف، بتبقى نار جهنم والعياذ بالله، والمية بتبدأ تتبخر وتختفي من المكان. المية اللي هي أغلى موارد الحياة البرية لكل الحيوانات والمخلوقات خلصت وما بقتش موجودة. وقتها بقى الأراضي بتبقى زي الصحراء اللي مش هترحم حد، وأولهم ملك الأدغال وسيد الوحوش كلهم. بس في الوقت ده بقى ظهر رينوكا وليكان، ودول أسدين إخوات حجمهم ضخم جدا. أسدين معروفين بشراستهم العالية وروحهم القتالية القيادية وعيونهم الجميلة واللي بتطق شرار في نفس الوقت. الأسدين قادوا زمرة إكسانجا، ودي عبارة عن قطيع لبؤات وأشبال ما بيعرفوش الخوف أبدا، بالظبط كده زي الأسدين اللي بيسيطروا عليهم. الزمرة دي عمرها ما ارتاحت أبدا، وكانوا دايما بيحاربوا منافسين ليهم على الأكل، وبعد الكفاف بقوا بيحاربوا الجوع والعطش. ومع مرور الأيام المساحات الخضراء كمان بدأت تختفي تدريجيا، وزمرة الأسود دلوقتي لازم تكافح للبقاء على قيد الحياة. وبعد اختفاء كل الفرائس تقريبا، التحدي اتحول لاستراتيجية صيد جديدة، لأن الأهداف اللي فاضلة دلوقتي في المكان مرعبة وند بند للأسود، زي التماسيح مثلا وكمان الزرافات، واخطرهم بقى الافيال. وهو ده الهدف اللي زمرة الأسود شافوه أسهلهم من وجهة نظرهم، وإن هو الهدف الوحيد المتاح ليهم، والمخلوقات العملاقة دي بقت هي مفتاح بقائهم على قيد الحياة. الأخين رينوكا وليكان كانوا عارفين إن دي مرحلة تكسير عظام، وإن الأقوى والأجرأ بس هو اللي هينجح وهينجو منها، وإن كل حاجة واضحة دلوقتي، يا نتكيف مع البيئة الجديدة دي يا نهلك قصادها. لا ده احنا يلا بينا بقى من غير سسبنس كتير ندخل في الملحمة الكبرى على طول، ونتعرف على حكاية رينوكا وليكان أضخم أسود أفريقيا، ونعرف كمان ايه حكاية المعارك الطاحنة اللي حصلت بين الأفيال والأسود في بوتسوانا في الوقت ده، واحدة من أطول سلاسل الدم والقتل البشع اللي حصلت في أفريقيا كلها، لدرجة إنها اتسجلت في أفلام وثائقية لناشونال جيوغرافيك كتير بتحكي عن قوة الأسد وجبروت الفيل. بس زي ما احنا متعودين صديقي الإنسان قبل الكلام وجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من أساطير الأسود. صديق الانسان اللي بقالك شهرين نازل زن في التعليقات هو فين يا محمد حلقات اساطير الاسود، اهو اديني عملت لك ملحمه كبرى بحالها. اتمنى بقى نهدى كده في التعليقات ونبطل زن ونفسنا من اوعى الوحوش تبقى لشر، لان الهدف من ده يا جماعه هو تنوع المحتوى علشان حضرتك ما تزهقش او تمل. دلوقتي بقى هنركب زلفتنا الجميله اللي توحشناها بالزاف وهنطير بيها على دلتا اوكافانجو في دوله بوتسوانا الحبيبه، وهنرجع بالزمن لسنة 2014 اللي حصل فيها موسم الجفاف العظيم في الدلتا وغير كل حاجة هناك، وخلاها اتحولت من اللون الأخضر الجميل للون الأصفر الكئيب البائس، وتحولت من جنة الأرض قاحلة تماما. وفي الوقت ده الحيوانات كان قدامها حاجة من اتنين ملهمش تالت، يا يتكيفوا مع النظام البيئي الجديد يا يهاجروا الأراضي تانية فيها مية وموائل علشان ما ينقرضوش. وفي نفس الوقت وعلى بعد حوالي 160 كيلومتر تقريبا من دلتا اوكافانجو كانت موجودة هناك بقى برية سافوتي مارش، واللي كان بيحكمها في الوقت ده هو سيد الوحوش بلا اي استثناء، الاسد سيكاكاما، الاسد اللي عملنا عنه حلقات كتير ياما بنحكي فيها انجازاته في البرية الاسيا. سيكاكاما اسد عظيم فعلا واسطوري، واتعمل عنه افلام وثائقية كتير بالعبيط، اشهرهم طبعا المملكة المتوحشة. أسد ضخم ومرعب ومعروف بشجاعته وقوته وإنه ذكي وبيقدر يحمي زمرته أوقات الجفاف. وفي الوقت اللي ظهر فيه سيكاكاما وبقى أسطورة في سافوتي، على الجانب التاني بقى في قلب الدلتا بيظهر رينوكا وليكان، أسدين إخوات في نفس حجم سيكاكاما وأخوه تورنينوس، ده إن ما كانش الأسد رينوكا أضخمهم، وعنده بقى كتل عضلية مرعبة بجد. وبالرغم من انهم كانوا في الوقت ده لسه اسود شابة، الا انهم كانوا بينضجوا بسرعة وعندهم طموح يبقوا اساطير. الاخين كانوا عارفين انهم محتاجين حاجة كمان معاهم غير تحالفهم مع بعض، والكلام هنا بقى على زمرة كاملة او بمعنى ادق بقى قطيع من اللبؤات،
علشان تعيش في الوقت ده وفي بيئة قاسية زي الدلتا انت محتاج معاك مجموعة من الأسود الموحدة والقوية، مجموعة مستعدة انهم يواجهوا أي صعوبات وهم مع بعض. وكل الميزات دي بقى كانت موجودة في قطيع إناث واحد اسمه قطيع إناث إكسانجا برايد، واللي بيتكون من 6 لبؤات جبارين. وهو ده بالظبط اللي كان بيدور عليه الأخين الشباب علشان يأسسوا مملكتهم الخاصة وزمرتهم الجديدة. كمان اللبؤات هتشكل لهم فريق صيد وفريق لتأمين الموارد، وكمان هيبقوا درع وقت الحروب والصراعات الإقليمية مع الأسود. بس المشكلة إن قطيع إكسانجا في الوقت ده كان بيسيطر عليه أسدين كبار. لكن بصراحة دي ما كانتش مشكلة للأخين أبدا، لأنهم كانوا مستعدين تماما للمعركة ودخلوا بغشومية ذبحوا الحكام وأخضعوا الإناث، وأعلنوا بقى سيطرتهم على المكان كله وإنهم الملوك الجداد للدلتا كلها. وفعلا رينوكا وليكان اثبتوا انهم اسود قويه، وكان الكل بيعمل لهم مليار حساب، لان تحديهم معناه الحكم بالاعدام. ومش هيكون اعدام رحيم، بالعكس ده هيكون تعذيب وتقطيع وذبح وانت لسه فيك النفس والروح. واللبؤات فعلا كانوا صيادين وعارين بالزاف، والاكل موجود على طول. وبسبب الامان اللي وفره رينوكا واخوه ليكان، اللبؤات خلفوا اشبال والزمره بدات تزدهر وتكبر. في الفترة دي الأخين لفتوا انتباه الباحثين وخدروهم بسهام مهدئة علشان يعملوا عليهم قياسات على معدة فاضية. والمفاجأة بقى إن الزعيم رينوكا كان وزنه في الوقت ده 250 كيلو جرام، وارتفاع كتفه كان 1.27 سنتي، ودي كانت أعلى قياسات ظهرت للأسود وقتها في بوتسوانا كلها، اللي كان بيوصل فيها الأسد فعلا ل 250 كيلو جرام بس وهو واكل جاموسة كاملة. وأطول أسد فيهم كان بيوصل لمتر و10 سنتي، واللي بيوصل بقى لمتر و20 سنتي كانت بتبقى حاجة نادرة فعلا. يعني خلاصة الأرقام والكلام ده إن رينوكا كان فعلا أضخم وأطول من سيكاكاما ومن كل أسود بوتسوانا وأفريقيا. وده بقى اللي كان بيدي لرينوكا ميزة كبيرة بين كل منافسيه من الأسود والحيوانات المفترسة عموما. اما خولي كان فكان وزنه 220 كيلو جرام وارتفاع كتفه متر و20 سنتي، ودي حاجة كبيرة برضه. ومن وقت القياس ده بقى والعلماء اجمعوا ان الاسدين دول خارج المقارنة مع باقي الاسود، ولازم حياتهم تتسجل وتتوثق لحظة بلحظة. وده اللي حصل فعلا وقتها من مخرجين الافلام الوثائقية، وبدأوا يتابعوهم ويتتبعوهم. المهم ان اللبؤات خلفت فعلا 15 شبل، ودي سلالة ضخمة شايلة جينات غالية، بس للأسف الحلو عمره ما بيكمل في الدنيا دي، لأن وقتها بدأت علامات الجفاف تظهر والأمطار انعدمت والأنهار ومناطق الصيد جفت تماما. ورينوكا وخولي كان دلوقتي هيواجهوا أكبر تحدي في حياتهم هم وباقي أفراد عصابتهم. وفي شهر 7 سنة 2014 الدلتا بتتضرب بموجة جفاف شديدة بالزاف، وهو ده بقى دلوقتي وقت الأزمة عند الأسود. وبعد ما الجفاف وصل لذروته كان لسه عند عصابة الأسود أمل واحد أخير، والكلام هنا عن الجواميس. رينوكا وليكان اشتهروا بقدرتهم على صيد الجواميس الكبيرة القوية، وبقوا فنانين في نصب الكمائن ليهم وأكلهم. بس مع شدة الحرارة وجفاف الأنهار الأمل الوحيد اتبخر هو كمان مع المية، وقطعان الجواميس بدأت تهاجر. المعلمين سابوا الدلتا وطلعوا يدوروا على المية والمراعي، وهاجروا المناطق فيها رطوبة وشبه انقرضوا من الدلتا تماما. وقتها عصابة الأسود بقت من غير الأكل اللي بيضمن لهم الحياة، وبقوا رسميا على حافة الموت خلاص. والأنيل إنهم كان معاهم أشبال ومحتاجين للبن الأمهات اللي هم كمان محتاجين للحم علشان يجيبوا لبن. والمشهد وقتها بقى بائس ويائس جدا، لأن الجوع ضرب العصابة كلها والأشبال بقت عظم على جلد وقربوا يموتوا. وحتى لو الأسود قرروا إنهم يهاجروا لمناطق تانية ويقلدوا الجواميس هيموتوا، لأنهم هيروحوا لمناطق جديدة فيها أسود مسيطرة وهيقتلوهم. ومع ضعف الأشبال وفقدان القوة عند اللبؤات بقى من المستحيل إنهم يسيبوا الدلتا خلاص، وهيبقى فعلا حكم بالإعدام على الزمرة كلها لو عملوا كده. صديق الإنسان لازم تعرف إن البيئة دلوقتي اختلفت، واختلف معاها خيارات الصيد اللي كانت كتير، وما بقاش فاضل غير الزرافات الطويلة المرهقة، ودي أعدادها أصلا قليلة، وأفراس النهر القاتلة اللي لو نزلت لهم هيبقلشوك، والتماسيح المميتة اللي بينطبق عليها نفس الكلام، وأخيرا بقى الأفيال العملاقة المرعبة. وكل المواجهات دي العصابة جربتها فعلا وخسروا فيها، وفي أشبال اتقتلت منهم بسبب صعوبة المواجهة. لكن صديق الإنسان أوقات خوفك من الموت بيخليك تتغلب على خوفك الطبيعي، والعصابة هنا بقى قررت إنها خلاص هتستهدف الأفيال العملاقة وهتارجتهم. الأسود ما بقاش عندهم مخزون من الدهون علشان يساعدهم وقت الجوع، ولو فضلوا خايفين هيموتوا. علشان كده رينوكا قال لعصابته مادام كده ميت وكده ميت يبقى اخاف من ايه يا اسود بأدمغة بقر. رينوكا وليكان صمموا على تغيير مجرى التاريخ في الدلتا كلها، وخدوا زمام المبادرة بمنتهى الشجاعة.
الاخين حطوا عينيهم على فيل صغير وقرروا يهاجموه واستخدموا اللبؤات علشان يشتتوا باقي القطيع بتاعه. وبالرغم من ان الفيل صغير لكن عمر قتله ما هيكون سهل برضه. يا جدع احنا بنبقى مكتفين العجل 100 تكتيفه في العيد علشان نضحي بيه بالسواطير وبيطلع يهرب وبيبهدلنا. لكن بسبب ان ده كان املهم الوحيد قدر الاخين انهم يغرسوا انيابهم في الفيل ويوقعوه على الارض. بس برضه بسبب انهم في اضعف حالاتهم ما كانوش قادرين انهم يقتلوه ويخلصوا عليه، واضطروا انهم ياكلوه وهو لسه صاحي وبيتحرك. وقتها بقى باقي افراد العصابه قلدوا سلوك الملك واخيرا داقوا اللحم لحد ما لا مؤاخذه دخلوا راسهم في قلب توتة الفيل. واخيرا برضو الاشبال الجعانه هترضع وهتاكل. بس المفاجاه بقى ان الفيل ده مش هيكون الاخير اللي هتقتله العصابه وحكامهم، بالعكس ده الحكايه دلوقتي لسه هتبدا من اليوم ده. ورينوكا وليكان وباقي زمرتهم هيعلنوا الحرب على افيال الدلتا كلها، واللي هيحصل بعد كده هيكون مذبحه حقيقيه في قلب بوتسوانا، مذبحه هتطول الافيال وبرضه هتطول الاسود. وده اللي ان شاء الله هنعرفه في الجزء الثاني اللي هينزل لكم قريب جدا. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اساطير الاسود. صديقي الانسان الجميل الحبوب، لو انت كنت عارفني فعلا قول كلمه من كلمات المشهوره تحت في التعليقات. وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.